في يوم من الأيام وقبل آلاف السنين من بناء الأهرامات، كانت مصر مكان مختلف تماماً. ما كانش فيه ملوك ولا فراعنة ولا معابد ضخمة. كل حاجة كانت بدائية وبسيطة، لكن الحياة كانت مشتعلة في قلب البلد. يلا نرجع بالزمن لحد قبل 5000 سنة قبل الميلاد، ونكتشف حكاية مصر، الأرض اللي كانت مستنية لحظة تتحول لحضارة عظيمة. في القصة دي هنشوف كيف بدأ كل شيء. بس قبل ما نبدأ، ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب، لأن دي سلسلة جديدة من الفيديوهات هنحكي فيها تاريخ مصر من عصر ما قبل الفراعنة للعصر الحديث. وده الحلقة الأولى، عشان كده ما تنسوش تتابعونا. يلا نبدأ. البداية كانت هنا، على ضفاف نهر النيل. ما كانش النيل مجرد نهر عادي، كان شبه شريان الحياة اللي بيدق في قلب الأرض دي. تخيلوا معايا، كل سنة كان النيل يفيض بمياهه ويغمر الأراضي حواليه ويحولها لحقول خضراء خصبة. الفلاحين القدماء، رجال ونساء، كانوا واقفين على ضفاف النهر وعينيهم مليانة أمل وهم شايفين الأرض الآحلة بتتحول لجنة زراعية. كانوا بيزرعوا القمح والشعير ويربوا الماشية ويبنيوا حياتهم حوالين النيل. ومع مرور السنين بدأ الناس يستقروا، بدأوا يبنوا قرى صغيرة. في الجنوب ظهرت قرى زي البداري ونقادة. المجتمعات الزراعية دي كانت البداية. تخيلوا إنكم عايشين في واحدة من القرى دي، حيث الحياة بسيطة والكل يعرف الكل. في الليل كانوا يجتمعوا حوالين النار، يرووا قصصهم ويشوفوا السماء المليانة نجوم. الحياة اليومية كانت مليانة شغل وجهد، بس كمان مليانة فرح واحتفالات. كانوا يحتفلوا بمواسم الحصاد ويشكروا النيل على نعمه. مع مرور الوقت بدأت القرى تكبر وتنمو. كل قرية كانت بتعتمد على النيل، فبدأوا يطوروا أساليب الزراعة. كانوا يستغلوا فيضان النيل بشكل أحسن ويزرعوا محاصيل متنوعة. ومع ازدياد المحاصيل بدأت تظهر فكرة التجارة. المصريون القدماء بدأوا يتبادلوا السلع مع القرى المجاورة. تخيلوا قوافل من التجار جايين من بعيد محملين بالنحاس والأخشاب، بينما المصريين كانوا يبيعوا الحبوب والنسيج. الحياة في القرى كانت مليانة نشاط. الناس كانوا مش بس بيشتغلوا، لكن كمان كانوا بيحبوا الفنون. النساء كانوا بيصنعوا فخار مزخرف بأيديهم، والرجال كانوا بيصنعوا أدوات من الحجر. الفخار ما كانش مجرد أدوات، لكن كان تعبير عن ثقافتهم وهويتهم. وفي الليل كانوا يجتمعوا ويحكوا قصص عن الآلهة والأساطير، وده ساعد على تعزيز الروح الجماعية بينهم. لكن الحياة ما كانتش بس زراعة. شوية شوية بدأ الناس يطوروا مهاراتهم في صنع الأدوات والفنون. في القرى الصغيرة الفلاحين بدأوا يحولوا الفخار العادي لفن. تخيلوا النسوان قاعدات في الظل بيصنعوا أواني فخارية بأيديهم وبيزخرفوها برسومات بسيطة بتعكس حياتهم اليومية. الأواني دي كانت مش بس أدوات، لكن كانت تعبير عن الروح الإنسانية، وكل وعاء كان ليه قصة خاصة. وفي نفس الوقت الرجال كانوا بيصنعوا أدوات حجرية ومجوهرات بدائية. كانوا بيستخدموا العظام والأحجار لخلق حلي بسيطة، لكن بالنسبة لهم كانت الحلي دي رمز للقوة والمكانة. كانوا بيحملوا الأدوات دي مش بس كوسائل للعيش، لكن كمان كتعبير عن ارتباطهم بالأرض والسماء. الفنون والحرف دي كانت بداية حضارة غنية بالابتكار. وهنا تبدأ الحكاية تبقى أكثر غموضة. حتى في الأيام القديمة دي كان المصريون يؤمنوا إن في حياة بعد الموت. كان عندهم طقوس دينية بدائية، وكانوا معتقدين إن الموت مش نهاية القصة. تخيلوا معايا، لما يموت واحد في القرية كانوا يدفنوه في مقبرة بسيطة ومعاه شوية حاجات، ممكن وعاء من الفخار أو أداة حجرية أو حتى تمثال صغير لحيوان مقدس. كانوا فاكرين إن الحاجات دي هتكون مع الميت في رحلته للعالم الآخر. ومع مرور الوقت الطقوس دي بدأت تتعقد. المقابر البدائية كانت تتزين بنقوش ورموز تحكي قصص عن الحياة اليومية، وكأن المصريين القدماء كانوا بيحاولوا يتمسكوا بالحياة حتى بعد الموت. الطقوس دي كانت بداية لنظام ديني هيبقى معقد جدا في الفترات اللي جاية، حيث بدأ الناس يطوروا مجموعة من الآلهة والأساطير اللي بتحكي قصص عن الخلق والموت. مع ازدهار الزراعة والحرف المصريون بدأوا يتواصلوا مع العالم الخارجي. القرى الصغيرة على ضفاف النيل كانت بتتاجر مع جيرانها. تخيلوا قوافل من التجار جايين من بلاد الشام
وبلاد ما بين النهرين محملين بالنحاس والأخشاب، بينما المصريين كانوا بيتاجروا في الحبوب والنسيج. التبادل ده ما كانش مجرد تجارة، كان بوابة للثقافات. من خلال التجارة المصريون بدأوا يتعلموا من جيرانهم تقنيات جديدة وأفكار مبتكرة. مصر بدأت ببطء تتحول لمركز تجاري في قلب العالم القديم، حيث تلاقت الأفكار والابتكارات من ثقافات مختلفة. لكن ما كنتش الأمور دايما بسيطة. مع مرور الوقت بعض القرى بدأت تكبر وتبقى أقوى. مصر العليا في الجنوب كانت مزدهرة بسرعة، بينما مصر السفلى في الشمال كمان كانت بتتوسع. هنا بدأت مرحلة جديدة، صراع بين الشمال والجنوب. تخيلوا معايا، زعماء القبائل في مصر العليا كانوا عايزين يسيطروا على مصر السفلى، والعكس صحيح. كانت المعارك تدور بين الممالك الصغيرة، والهدف كان توحيد البلاد، لحد ما جاء اليوم اللي غير كل حاجة. حوالي عام 3100 قبل الميلاد ظهر واحد اسمه مينا أو نارمر. كان مينا زعيم قوي من مصر العليا، وكان حلمه إنه يوحد البلاد تحت رايته، وبالفعل قدر يحقق حلمه ويوحد مصر العليا والسفلى، ويصبح أول ملك يحكم مصر بالكامل. من هنا بدأ عصر جديد، عصر الفراعنة. وهكذا كانت بداية الحكاية. قبل ما يتبنى الهرم الأول وقبل ما يكتب اسم أول فرعون، كانت مصر عبارة عن مملكة من القرى الصغيرة عايشة على ضفاف النيل، مستنية لحظة انطلاقها. كانت الحياة بسيطة لكن مليانة إبداع وطموح. الحكاية دي بتقول لنا إن الحضارة العظيمة ما اتبنتش في يوم وليلة، لكن كانت نتاج آلاف السنين من التطور البشري، من الفلاحين والحرفيين والمفكرين اللي وضعوا الأسس. شكرا لكم على متابعتكم لهذه الرحلة عبر الزمن. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشاركونا آرائكم. يا ترى إيه اللي ممكن يخلي واحد يفكر إنه يوحد بلد كاملة في وقت كانت فيه مصر متقسمة لنصين؟ إزاي حد يقدر يجمع كل الاختلافات دي تحت حكم واحد؟ حكايتنا النهاردة عن مينا، الراجل اللي غير مجرى تاريخ مصر كلها. هنحكي عن رحلته، عن انتصاراته، وعن إزاي بدأ عصر جديد مش بس لمصر لكن للعالم كله. الحكاية اللي بنتكلم فيها دي مش مجرد حكاية قديمة، دي بداية واحدة من أعظم الحضارات اللي عرفها التاريخ. يلا نبدأ، بس قبل ما نبدأ متنساش تعملنا سبسكرايب ولايك للفيديو، وبفكرك إن دي سلسلة بنحكي فيها تاريخ مصر بالكامل. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن أول حضارة في مصر، وعن الناس كانت عايشة إزاي قبل عصر الفراعنة، وانتهينا بتوحيد مينا للقطرين. بس يا ترى الملك مينا قدر يوحد مصر إزاي؟ والحياة في عهده كانت عاملة إزاي؟ يلا بينا نبدأ. زمان مصر ما كانتش زي ما احنا نعرفها دلوقتي، كانت متقسمة لنصين، مصر العليا اللي في الجنوب ومصر السفلى اللي في الشمال. كانوا زي بلدين مختلفين، كل واحدة ليها ملكها وليها تقاليدها. مصر العليا كانت معروفة بجبالها ومعابدها اللي محفورة في الصخر، وكان ليها ملوك بيفخروا بتاريخهم. أما مصر السفلى فهي كانت مليانة أراضي خصبة بسبب نهر النيل، وكانت بتتمتع بتجارة مع البلاد اللي حوالين البحر المتوسط. لكن كان في حاجة واحدة بتجمعهم، وهي نهر النيل اللي بيعدي من الجنوب للشمال. الناس في مصر العليا والسفلى كانوا بيعتمدوا على النيل في الزراعة والعيش، بس برغم ده كل واحد منهم شايف نفسه أفضل من التاني، وده كان سبب في نزاعات كتير بينهم. في وسط الانقسامات دي ظهر مينا في مصر العليا. كان شاب طموح، مش مجرد ملك عادي، كان بيحلم بوحدة البلاد. والناس اللي كانت حواليه عارفة إنه مختلف، كان ليه طموح كبير، مش بس إنه يحكم مصر العليا لكن إنه يوحد مصر كلها. وده ما كانش سهل، لأن كل ملك في مصر السفلى كان عنده جيش قوي ومساندة من الناس. مينا بدأ يفكر في خطة، وهو شاب صغير كان بيدرس كل حاجة حواليه، من السياسة للحروب وحتى الأساطير القديمة. كان شايف إن الوحدة ممكنة، بس كان لازم يعمل حاجة كبيرة، حاجة تخلي كل الملوك التانيين يفكروا 1000 مرة قبل ما يعترضوا عليه. مينا ما كانش بيضيع وقت، قرر إنه يطلع بحملة عسكرية ضد مصر السفلى. كانت الحرب بينهم مش مجرد معركة واحدة، لأ، كانت سلسلة طويلة من الصراعات. المصادر بتقول إن المعارك دي كانت شديدة جدا، وجيش مينا كان بيتحرك بسرعة وذكاء. كان في معركة عظيمة حصلت عند منطقة على حدود مصر العليا والسفلى. المعركة دي كانت فاصلة، لأنها كانت لحظة الحسم،
جيش مينا تقدم بكل قوته، وناس كتير بتقول إنه بنفسه كان بيقود الجيش في المعركة. لما انتصر، الناس في مصر السفلى بدأت تشوف مينا بشكل مختلف. الملك اللي كان بيعتبره عدوهم بقى بطل، والناس بدأت تشوف إن ممكن يكون في أمل للوحدة. بعد انتصار مينا كان لازم يأكد سلطته بطريقة ما، وده اللي خلى مينا يفكر في فكرة جديدة، فكرة إن يكون في رمز يوحد البلد كلها. كده ظهر التاج المزدوج اللي بيجمع بين التاج الأبيض اللي بيرمز لمصر العليا والتاج الأحمر اللي بيرمز لمصر السفلى. التاج ده ما كانش مجرد زينة، كان رمز للوحدة، رمز إن مينا هو الحاكم لكل مصر، مش بس جزء منها. لما الناس شافت مينا لابس التاج المزدوج، كانت اللحظة دي بمثابة إعلان إنه خلاص مصر بقت بلد واحدة. بعد ما وحد مصر، مينا قرر إنه يبني عاصمة جديدة، مكان تكون فيه الحكومة المركزية وتكون رمز للوحدة الجديدة. المدينة دي اسمها منف، ودي بقت عاصمة مصر الموحدة. موقعها كان استراتيجي جدا، لأنها كانت على الحدود بين مصر العليا والسفلى، وده خلاها في موقع مميز للتجارة والزراعة. مينا مش بس بنى المدينة، ده كمان وضع أسس لإدارة قوية. بدأ ينظم البلد من أول وجديد، يحط قوانين ويوزع المسؤوليات. الناس في منف كانت بتشوف مينا كقائد عظيم، مش بس محارب، لكن كمان كحد عنده رؤية للمستقبل. مينا حكم لفترة طويلة، وفترة حكمه كانت مليانة بالإنجازات. بعد ما وحد مصر، ركز على تحسين الحياة اليومية للناس، عمل أنظمة ري جديدة عشان يزود الإنتاج الزراعي، وبدأ يحسن العلاقات مع البلاد المجاورة زي بلاد الشام والنوبة. كمان مينا شجع التجارة بين مصر والبلاد اللي حوالينها، وده زود ثروة البلاد. الحكايات بتقول إن الناس في عهده كانت عايشة في رخاء واستقرار، وده ساعد على تطور الحضارة المصرية بشكل أسرع. مينا كمان كان ذكي في تعيين حكام محليين في كل منطقة، وكانوا مسؤولين قدامه، وده ساعد على إنه يبقى في إدارة قوية. زي أي حاكم عظيم، مينا كان ليه نهاية. الحكايات القديمة بتقول إنه مات في حادثة غريبة مع حيوان مفترس، بس مش معروف بالظبط إيه اللي حصل. في ناس بتقول إنه كان في رحلة صيد، وناس تانية بتقول إن وفاته كانت لأسباب طبيعية. بغض النظر عن الطريقة، مينا سيب وراه إرث عظيم. توحيد مصر ما كانش مجرد إنجاز عسكري، لكنه كان بداية لحضارة استمرت لآلاف السنين. الحكام اللي جم بعد مينا كانوا دايماً بيحاولوا يحافظوا على اللي بناه، وده اللي خلى مصر تبقى واحدة من أعظم حضارات العالم. يانا مش مجرد ملك زي أي ملك، هو كان بداية لحقبة جديدة في تاريخ البشرية. من وحدة مصر للتاج المزدوج لمدينة منف اللي بقت رمز للحضارة، مينا حط أسس لبلد استمرت قوية ومستقرة لآلاف السنين. واللي عمله مينا مش بس خلى الناس تشوف إن الوحدة ممكنة، لكنه خلى مصر تبقى القوة العظمى في العالم القديم. وبكده خلصنا حلقة النهاردة. اشتركوا في القناة، وبكره هينزل حلقة جديدة من السلسلة. قصة الملك زوسر واحدة من أبرز الحكايات التي تجسد بداية عهد جديد من العظمة في تاريخ مصر القديمة. زوسر كان أول من أسس دعائم الدولة القديمة التي ازدهرت على مدى قرون لاحقة، وترك إرثاً لا يمحى. كان حكمه مليئاً بالإنجازات التي غيرت وجه مصر إلى الأبد. هيا نبدأ في حكايتنا، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن هذه الحلقة الرابعة من سلسلتنا التي نحكي فيها تاريخ مصر بالكامل. إذا أعجبتكم الحلقات السابقة أو هذه الحلقة، لا تنسوا دعمنا بلايك وسبسكرايب لكي نصل إلى أول 500 مشترك ونكمل معكم هذه الرحلة التاريخية الرائعة. والآن دعونا نغوص معا في حكاية الملك زوسر الذي غير مجرى التاريخ المصري إلى الأبد. البداية: صعود زوسر إلى العرش. الملك زوسر المعروف أيضا بنثريخت المقدس الجسد تولى العرش في وقت كان الاستقرار السياسي في مصر لا يزال في بدايته بعد انتهاء الفترة الانتقالية للأسرة الثانية. بصفته ابن الملك خايسخموي آخر ملوك الأسرة الثانية، ورث زوسر مملكة كانت لا تزال تتعافى من النزاعات الداخلية والتحديات الإدارية. وكانت هذه التحديات فرصة أمام زوسر لإعادة تنظيم البلاد وبناء حضارة عظيمة توحد مصر العليا والسفل.
كان زوسر معروفا بذكائه الحاد ورؤيته الطموحة، مما جعله يتطلع إلى تجاوز مجرد الحفاظ على حكمه. أراد أن يؤسس لشيء أبقى وأعظم، نظاماً سياسياً واجتماعياً قوياً يعتمد على الدين والسلطة الملكية المطلقة. ولتحقيق هذا الهدف، كان عليه أن يخلق رمزاً خالداً يعكس عظمته وقوته الإلهية. أمحد العبقري وراء العرش لم يكن الملك زوسر وحده في هذا السعي وراء العظمة، فقد عثر على مستشاره ومهندسه العبقري أمحد، الذي يعتبر واحداً من أعظم الشخصيات في التاريخ المصري القديم. أمحد لم يكن مجرد مهندس معماري أو كاهن، بل كان أيضاً طبيباً، شاعراً، وفيلسوفاً، وأصبحت إنجازاته مرجعاً للعديد من العلوم في العصور اللاحقة. زوسر عهد لأمحد بمهمة بناء مقبرة تليق بالملك، مقبرة تتجاوز حدود العمارة التقليدية. وكان أمحد، الذي كان يعمل أيضاً ككبير الكهنة، هو العقل المدبر وراء التصميم المبتكر الذي أدى إلى بناء أول هرم في التاريخ، هرم زوسر المدرج. كان هذا الهرم نقلة نوعية في فن العمارة المصرية. هرم زوسر المدرج، تحدي الهندسة المصرية. قبل حكم زوسر، كانت المقابر الملكية في مصر تأخذ شكل المصاطب المستطيلة، وهي مدافن بسيطة تتكون من طبقات من الطين والحجر. لكن زوسر أراد شيئاً مختلفاً تماماً يعكس قوته الإلهية ويسمو بمكانته فوق كل الفراعنة الذين سبقوه. هنا جاء دور أمحد الذي اقترح بناء هرم مكون من 6 مصاطب متراكبة يرتفع تدريجياً نحو السماء. استغرق بناء الهرم عدة سنوات، وكان يعتمد على تقنية مبتكرة في البناء باستخدام الحجر الجيري بدلاً من الطوب اللبن المستخدم في المقابر السابقة. هذا التحول من الطوب إلى الحجر لم يكن مجرد تغيير مادي، بل كان رمزياً أيضاً، حيث عكس مدى الرغبة في تخليد زوسر عبر بناء هيكل يدوم للأبد. ارتفع الهرم إلى ارتفاع حوالي 60 متراً، ليصبح أضخم بناء في وقته. وكان المجمع المحيط بالهرم، الذي صممه أيضاً أمحد، يضم مجموعة من المباني التي كانت تستخدم لأداء الطقوس الدينية والجنائزية. كان هناك ساحات ضخمة ومعابد وقاعات للطقوس، كلها مخصصة لتأمين حياة الملك بعد الموت وضمان مروره الآمن إلى العالم الآخر. وحدة مصر، حكم زوسر السياسي والعسكري بجانب إنجازاته المعمارية، لم يغفل زوسر عن الجانب السياسي والعسكري لحكمه. كان يعلم أن الحفاظ على الاستقرار في مصر يتطلب أكثر من مجرد بناء الأهرامات. لذا، عزز من قبضته على مصر العليا والسفل، حيث فرض نظاماً مركزياً قوياً وأعاد هيكلة الإدارة الملكية. كما أن زوسر أجرى عدة حملات عسكرية لتأمين حدود مصر، خاصة في الجنوب، حيث واجه تحديات من القبائل النوبية التي كانت تسعى للسيطرة على الأراضي الغنية بالذهب. حملات زوسر الناجحة ضد هذه القبائل ساهمت في تأمين الموارد اللازمة لبناء الأهرامات واستمرار ازدهار الاقتصاد المصري. تحدي المجاعة، أسطورة القحط ال7 سنوات. واحدة من أبرز الأساطير التي ترتبط بزوسر هي قصة المجاعة التي حدثت خلال عهده. بحسب النصوص القديمة، عانت مصر من 7 سنوات من القحط بسبب انخفاض فيضان النيل، مما أدى إلى مجاعة هددت البلاد. في محاولة لحل الأزمة، لجأ زوسر إلى كهنة الإله خنوم، الذي كان يعتقد أنه يسيطر على فيضان النيل. تقول الأسطورة أن زوسر رأى حلماً فيه الإله خنوم، الذي كشف له عن كيفية إعادة الفيضانات وازدهار الزراعة من جديد. وبفضل التدخل الإلهي، قرر زوسر بناء معبد جديد لخنوم في جزيرة إلفانتين، حيث قدمت القرابين والاحتفالات لإرضاء الإله. بعد ذلك، عاد فيضان النيل وازدهرت مصر مجدداً. الرخاء الاقتصادي والتجاري في عهد زوسر، ازدهرت الزراعة بفضل فيضان النيل المنتظم الذي كان يغمر الأراضي بالمياه والتربة الخصبة. كان القمح والشعير من المحاصيل الرئيسية التي ساعدت في تعزيز الاقتصاد.
وفضلاً عن الزراعة، نشطت التجارة مع دول الجوار مثل النوبة وفينيقيا وبلاد الشام. أرسل التجار المصريون في رحلات إلى أماكن بعيدة لجلب المواد النادرة مثل الذهب والنحاس والأخشاب. هذه التجارة النشطة أسهمت في تعزيز الثروة الملكية، مما مكن زوسر من مواصلة مشاريعه الضخمة في العمارة والفن. إرث زوسر ملك خالد في قلوب المصريين. عندما ننظر إلى هرم زوسر المدرج اليوم، نرى رمزاً للعظمة والإبداع. هذا الهرم الذي بني قبل آلاف السنين لا يزال قائماً كأحد أهم المعالم في تاريخ مصر القديمة. ولكن إرث زوسر لم يكن فقط في الحجر الذي وضعه، بل في النموذج الذي قدمه لكل الفراعنة الذين جاءوا من بعده. تأسست قوة الفراعنة في الدولة القديمة على النظام الذي وضعه زوسر. بفضل حكمه العادل وتطويره للبنية التحتية والإدارية، أصبحت مصر دولة قوية موحدة قادرة على مواجهة التحديات. زوسر لم يكن مجرد ملك، بل كان قائداً مستنيراً يسعى لترك إرث خالد وراءه. وبالفعل، بعد وفاته، استمر ذكر زوسر لآلاف السنين. تم تخليد اسمه في النصوص والآثار. واستمر الملوك في تقليده من خلال بناء الأهرامات الكبرى مثل خوفو وخفرع. خاتمة: ملك أسس لعصر ذهبي. من خلال حكايته، نستطيع أن نرى كيف أن زوسر لم يكن مجرد حاكم عادي. كان قائداً محورياً ساعد في بناء حضارة عظيمة تستمر في إلهام العالم حتى اليوم. ترك وراءه مملكة قوية ومعالم خالدة، ليظل اسمه محفوراً في ذاكرة التاريخ كشخصية مؤثرة في مصر القديمة. في نهاية حلقتنا، لو عاوز تعرف معلومات أكثر عن ملوك آخرين، هتلاقي اللينكات في وصف الفيديو. متنساش تدعمنا بلايك واشتراك. في زمن بعيد جدا، لما كانت الرياح تشيل حبات الرمل وتنقلها على جناحاتها، ولما كانت الأنهار بتجري بهدوء بين سهول خضرة من جنوب مصر لشمالها، ولدت حضارة عظيمة نسجت خيوطها في تاريخ البشرية. الحضارة اللي سابت علامات خالدة على صفحات التاريخ، حضارة الفراعنة، بناء الأهرامات. لما نتكلم عن مصر القديمة، صعب جدا ننسى المعجزة الهندسية اللي حيرت العلماء وأذهلت كل اللي شافها. الأهرامات اللي كانت رمز للقوة والخلود ومثال للإرادة البشرية الصلبة، هي بحد ذاتها حكاية تستاهل إنها تتحكي. حكاية مليانة تضحيات، تعب ومعاناة وأمل في حياة تانية بعد الموت. لكن السؤال هو، إزاي بدأت الحكاية العظيمة دي؟ إيه اللي خلى الفراعنة يفكروا إنهم يبنوا الأعاجيب دي اللي بترتفع فوق الرمال وبتتحدى الزمن والطبيعة؟ خلونا نبدأ حكايتنا ونغوص سوا في العالم ده المليان أسرار، اللي الأسطورة والحقيقة فيه بيلتحموا، واللي كل حجر اتحط في بناء الهرم وراه قصة بحد ذاتها. لا، نبدأ حكايتنا. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش إن دي الحلقة ال5 من سلسلة فيديوهات تاريخ مصر، ولو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت يا ريت تتفرج عليها. وكمان ما تنساش تعمل اشتراك عشان ما يفوتكش أي حاجة جديدة. في يوم من الأيام، حوالي 4500 سنة فاتت، كان في ملك اسمه خوفو. خوفو ده ما كانش ملك عادي، كان راجل طموح قوي، عايز يسيب بصمته في الدنيا ويعمل حاجة ما حدش يقدر يعمل زيها. كان بيؤمن بفكرة الخلود، إن الحياة مش بتنتهي لما نموت، لكن في حياة تانية بعد الموت، والملك لازم يكون مستعد للحياة التانية دي. فكر كتير وقعد مع الكهنة والحكماء، وقرر يبني مقبرة تكون أعظم مقبرة في التاريخ. المقبرة دي مش هتبقى تحت الأرض زي اللي قبلها، لأ، دي هتكون هرمي عملاق، هيبقى رمز لقوته وسلطته، وهيفضل موجود بعد موته للأبد. بس السؤال هو، إزاي يبنوا حاجة بالحجم ده؟ وإزاي هيخليها تستمر لآلاف السنين؟ في الوقت ده، الملك خوفو جمع أحسن المهندسين والحرفيين في مصر. المكان كان شبه خلية نحل، الكل شغال، كل واحد له دور محدد. المهندسين كانوا بيخططوا إزاي يبنوا الهرم، العمال كانوا بيقطعوا الحجارة من المحاجر وينقلوها لموقع البناء. تخيل معايا بقى، الجو كان حر والناس شغالة في الشمس طول اليوم. كانوا بيستخدموا أدوات بسيطة جدا، ومع ذلك قدروا يعملوا حاجة مش ممكن حد يتخيلها. الحجارة اللي استخدموها كانت وزنها بالأطنان، وكانوا بينقلوها باستخدام المنحدرات والتراب.
يعني العمال كانوا بيرفعوا الحجارة دي فوق منحدرات، وكل ما الحجر يطلع أعلى كل ما المنحدر يكبر. عملية كانت معقدة جدا ومحتاجة تخطيط دقيق. بس هل كان كل العمال دول عبيد زي ما الناس فاكرة؟ لا، مش كلهم. كان في كتير منهم حرفيين محترفين وناس متدربين على البناء والنحت. كانوا بيشتغلوا بإتقان لأنهم عارفين إن اللي بيعملوه ده مش مجرد شغل، ده عمل مقدس ليه علاقة مباشرة بالدين والحياة بعد الموت. ومش بس العمال والمهندسين اللي كانوا حوالين الهرم، لا، كان في مدينة كاملة للعمال. الناس دي كانت عايشة حوالين موقع البناء. في وقت الشغل كانوا بيساعدوا في البناء، وفي وقت الراحة كانوا بيعيشوا حياتهم اليومية، بياكلوا ويشربوا ويتبادلوا الحكايات. كانوا بياكلوا وجبات بسيطة جدا زي العيش والبصل وأحيانا شوية لحمة. الشغل كان شاق، لكن الناس دي كانت مؤمنة إنهم بيعملوا حاجة عظيمة. كانوا عارفين إن كل حجر بيحطوه هيفضل موجود بعد موتهم، وإن اسمهم هيفضل مرتبط بالبناء ده. وفي الوقت ده كان في احتفالات دينية كتير بتحصل حوالين الهرم. الكهنة كانوا بيعملوا طقوس وشعائر عشان الملك يستعد للحياة بعد الموت. المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا إن الحياة بعد الموت مش بس هتكون للملوك، لكن لكل الناس اللي شاركت في بناء المقابر والهرم. بس الحياة ما كانتش كلها سهلة كده، كانت في تحديات كتير. الموارد أحياناً كانت بتقل، والمشاكل التقنية كانت بتظهر. إزاي يرفعوا الحجارة للأماكن العالية دي؟ إزاي يحافظوا على دقة الزوايا؟ دي كانت أسئلة معقدة للمهندسين، لكنهم كانوا عباقرة بجد. قدروا يلاقوا حلول لكل حاجة. استغلوا العلم والفن مع بعض عشان يبنوا الهرم بدقة مش ممكن تتكرر. وكان في أوقات كمان لما حصلت مشاكل في التنظيم، العمال كانوا بيتعبوا وبيحصل صدمات، لكن الملك خوفو كان مصمم إن الهرم يخلص بأي تمن. وبعد سنين طويلة من الشغل والتعب جه اليوم المنتظر، يوم افتتاح الهرم. الكل واقف في رهبة قدام البناء العملاق ده. الشمس بتنعكس على الحجارة الكبيرة، والظل الطويل بتاع الهرم بيمتد بعيد في الصحراء. الهرم ده مش مجرد مقبرة، ده كان رمز للقوة والسلطة والخلود. الملك خوفو كان فخور جدا بعمله، عارف إن اسمه هيعيش للأبد. الناس كلها كانت شايفة إنهم جزء من حاجة أكبر بكتير منهم، حاجة مش هتنتهي مع الزمن. بس التأثير مش بس كان على الناس اللي شافوا الهرم، لا، ده كمان كان له تأثير عميق على حياة الناس اليومية. الملك خوفو قرر إنه يبني معبد بجوار الهرم عشان الناس تقدر تيجي تزوره وتقدم فيه القرابين وتحتفل بعيد الميلاد السنوي للملك. المعبد بقى مركز روحي للمدينة، وأصبح فيه طقوس احتفالية تقام سنوية. الأسواق بدأت تزدهر، التجار بدأوا يبيعوا كل حاجة من الحرف اليدوية، الأكل وحتى التذكارات. الناس كانوا يجوا من كل أنحاء مصر عشان يشوفوا المعبد والهرم، وكانوا بيقعدوا في المدينة أيام طويلة، يتسوقوا، يحتفلوا ويعيشوا التجربة. كون الملك خوفو ما كانش بس ملك عظيم، كان كمان أب وأخ وزوج. حياته الشخصية كانت مليانة تحديات. الملك كان متزوج من حتب حرس، وكان بينهم علاقة حب كبيرة. حتب حرس كانت سيدة عظيمة، ساعدت الملك في إدارة شؤون البلاد وشاركت في اتخاذ القرارات. كانوا بيحبوا بعض جدا وكانوا يتعاونوا في كل حاجة. لكن مع العظمة دي كان في مسؤوليات ضخمة. الملك خوفو كان لازم يضمن استمرارية حكمه. بدأ يفكر في أبنائه، عايزهم يكونوا جاهزين لما يجي وقتهم. فكر في تعليمهم فنون الحكم وفي كيفية إدارة البلاد، وكمان في الدين، لأن الدين كان جزء كبير من حياتهم. كان عايزهم يكونوا حكماء وقادرين على اتخاذ قرارات صائبة. وبمرور الوقت الفراعنة بدأوا يفكروا في المعمار مش بس كأهرامات، لكن كجزء من حضارة متكاملة. بدأوا يبنوا مدن جديدة ويخططوا لحياة جديدة، معابد جديدة وحتى مقابر للناس العاديين. كانت الفكرة إن الناس يعيشوا حياتهم بشكل أفضل، مش بس في الحياة الدنيا لكن كمان في الحياة الآخرة. وفي الوقت ده كانت الحضارة المصرية القديمة تتقدم وتزدهر. العلوم والفنون والدين كانوا بيلقوا اهتمام كبير. الناس بدأوا يتعلموا القراءة والكتابة ويكتبوا على البرديات عن كل حاجة، من العلوم للطب والفنون. كانت فترة مليانة بالإبداع والابتكار. في النهاية الأهرامات بقت شاهدة على كل اللي حصل، مش بس في حياة الفراعنة لكن كمان في حياة كل مصري قديم. الأهرامات كانت مش بس مقابر، لكن كمان علامة على الفخر والخلود وإرادة الشعب المصري. ومن هنا بدأت الحكاية تستمر، ولا زالت الأهرامات موجودة
يجي السياح من كل أنحاء العالم عشان يشوفوا المعجزة دي، وعشان يفهموا إن الحلم الكبير ممكن يتحقق لو كان فيه إيمان وعزيمة وتعاون. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا عن عصر بنات الأهرامات. لكن ما تنساش إن الحكايات لسه ما خلصتش. في الحلقات الجاية هنتكلم عن تفاصيل أكتر عن الحياة في مصر القديمة وعن أسرار الحضارة العظيمة دي. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك وتتابعنا علشان ما يفوتكش أي جديد. أنت مستعد؟ النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تاريخ مصر القديمة اللي بدأناها مع بعض، واللي بنستكشف فيها أسرار الحضارة المصرية القديمة. النهاردة حكايتنا هتكون مليانة ألغاز وغموض عن أسرار الفراعنة اللي لسه بنحاول نفك شفرتها. لكن قبل ما نبدأ، لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقي الروابط كلها في الوصف تحت الفيديو، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي حلقة جديدة. الجزء الأول: الأهرامات وأساطير الطاقة. الأهرامات دايماً بتكون في قلب أي حكاية عن مصر القديمة. كتير مننا بيفكر إن الأهرامات مجرد مقابر لملوك، لكن اللي بيبحثوا بعمق هيقولوا لك إن الموضوع أكبر من كده بكتير. خلينا نسأل، ليه أهرامات الجيزة بالذات بقت رمز للحضارة دي؟ ليه متصممة بالشكل ده؟ وهل في طاقة غامضة جوه الأهرامات لسه العلماء مش قادرين يكتشفوها؟ المصريين القدماء كان عندهم علم عميق بالفلك والطاقة الكونية. في بعض النظريات اللي بتقول إن الأهرامات كانت مصممة بطريقة تستقبل طاقة معينة من الكواكب والنجوم. يعني الأهرامات مش بس مباني ضخمة، لكن كمان أجهزة تجمع الطاقة الكونية. تخيل إن في بعض الباحثين بيقولوا إن هرم خوفو تحديداً معمول بطريقة بحيث تكون قعدته محاذية للنجوم في لحظات معينة في السنة. وده مش مجرد حظ، ده علم عميق موروث من الآلهة اللي كانوا بيعبدوا. وفي نظريات بتقول إن الأهرامات دي مش بس مقابر، دي بوابات بتفتح للعوالم الأخرى. البعض بيقول إن الطاقة اللي في الأهرامات ممكن تأثر على اللي يقف تحتها، وإنها بتغير فيزيائيات المكان حوالين الهرم. في ناس عملوا تجارب وحسوا إنهم مش طبيعيين بعد ما دخلوا الهرم الأكبر. هل ده وهم ولا في حاجة حقيقية ورا النظرية دي؟ الجزء الثاني: لعنة الفراعنة وحقائقها. نكمل مع اللغز اللي خلى كتير من العلماء والباحثين في حالة من الحيرة: لعنة الفراعنة. اللعنة دي سمعتها طلعت لما تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في عشرينيات القرن الماضي. بعد فتح المقبرة، علماء الآثار اللي كانوا مشاركين في الكشف بدأوا يموتوا بطرق غريبة وغير مفسرة، وده كان سبب في انتشار فكرة اللعنة. لكن اللعنة مش بس حاجة بنتكلم عنها في الحفريات، لأ، ده في قصص عن الناس العادية اللي اشتروا تماثيل أو آثار مصرية قديمة وبرضه حصلت لهم حوادث مش مفهومة. في ست اشترت تمثال مصري قديم في مزاد، وبعدها بيتها اتحرق من غير سبب واضح. وفي واحد تاني كانت عنده آثار في بيته، وبعد فترة بدأ يحس بتعب شديد وبقى يشوف كوابيس. اللي بيدرسوا تاريخ الفراعنة بيقولوا إن اللعنة مش مجرد حاجة خيالية، لكنها مرتبطة بمفاهيم روحية عند المصريين القدماء. هم كانوا مؤمنين إن اللي يعبث بمقدساتهم ويدخل مقابرهم بدون احترام هيتعرض لغضب الآلهة. هل فعلا دي لعنة؟ ولا ممكن يكون في تفسير علمي زي بكتيريا قديمة أو غازات سامة كانت محبوسة في المقابر؟ الإجابة مش سهلة، لكن الحكايات عن لعنة الفراعنة لسه عايشة لحد النهاردة. الجزء الثالث: سر التحنيط وعالم ما بعد الموت. التحنيط عند المصريين القدماء كان جزء مهم جدا من ثقافتهم، بس السؤال اللي بيشغل العلماء لحد النهاردة هو: ليه كانوا بيهتموا بالتحنيط للدرجة دي؟ ليه كانوا عايزين يحافظوا على الجسد حتى بعد ما يموت؟ المصريين القدماء كانوا مؤمنين إن في حياة تانية بعد الموت، وإن الروح لازم ترجع للجسد في العالم الآخر. التحنيط كان الوسيلة للحفاظ على الجسد عشان الروح تلاقيه لما ترجع. الفراعنة شافوا إن العالم الآخر مهم بقدر أهمية الحياة الدنيا، ولو الجسد تحلل أو اختفى الروح مش هتقدر تكمل رحلتها. العلماء لحد النهاردة مش قادرين يفهموا إزاي الفراعنة قدروا يحافظوا على الجثث لمدة آلاف السنين بالطريقة دي. عملية التحنيط كانت معقدة جدا وبتاخد شهور طويلة. كانوا بيستخرجوا الأعضاء الداخلية وبيستخدموا مواد طبيعية لحفظ الجسد. وفي حاجات لسه غامضة في عملية التحنيط، زي الطريقة اللي كانوا بيحافظوا بيها على البشرة والشعر بشكل مثالي.
في مقبرة توت عنخ آمون الجسد كان في حالة ممتازة حتى بعد أكتر من 3000 سنة. هل ده مجرد حظ ولا كانوا بيستخدموا أسرار كيميائية إحنا لسه مش عارفينها؟ التحنيط هو واحد من أكبر الألغاز اللي لسه بتطرح تساؤلات لحد النهاردة. الجزء الرابع، أسرار المعابد الفرعونية. المعابد الفرعونية مش بس أماكن عبادة للآلهة، دي كانت مراكز للقوة والطاقة. كل معبد كان بيعتبر مركز للتواصل مع العوالم الأخرى، سواء كانت عوالم الأرواح أو عوالم الآلهة. النقوش اللي على جدران المعابد بتحكي قصص بتخلينا نسأل، هل كانوا شايفين حاجات إحنا مش قادرين نشوفها؟ في بعض النقوش اللي على جدران معبد دندرة بتحكي عن المصباح الكهربائي، وهنا بيبدأ الجدل. هل المصريين القدماء كان عندهم تكنولوجيا متقدمة لدرجة إنهم اخترعوا حاجة شبيهة بالكهرباء؟ النقش بيظهر شكل جسم طويل فيه حاجة شبه اللمبة، وبعض العلماء قالوا إن ده ممكن يكون وصف لنوع من الطاقة أو النور. وفي معابد تانية هنلاقي نقوش لمخلوقات غريبة بملامح مش طبيعية. البعض بيشوف إن دي مجرد رموز دينية، والبعض التاني بيقول إن ده دليل على تواصل المصريين مع حضارات أو كائنات غامضة. الجزء الخامس، علم الفلك عند الفراعنة. المصريين القدماء كانوا متقدمين جدا في علم الفلك، وكانوا قادرين يحددوا مواقع النجوم والكواكب بدقة شديدة. التقويم المصري القديم كان بيعتمد على حركة النجوم، وده بيخلينا نفهم ليه الأهرامات متجهة بطريقة معينة تتماشى مع النجوم. هرم خوفو على سبيل المثال بيقال إنه متجه نحو نجم الشمال، وفي نظريات بتقول إن المصريين كانوا بيشوفوا النجوم كمكان لأرواح الملوك بعد ما يموتوا. يعني الملك بعد موته مش بس بيروح للعالم الآخر، لأ، ده بيروح للنجوم ويستمر في رحلته الروحية هناك. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن حكايتنا مع الفراعنة لسه طويلة ومليانة أسرار. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تبص على الحلقات اللي فاتتك من السلسلة في الوصف تحت الفيديو. الحلقات الجاية هنتكلم عن أسرار أكتر حوالين الحضارة المصرية القديمة، فاستعد معنا لاستكشاف المزيد. أهلا بيكم في الحلقة السابعة من سلسلة تاريخ مصر على قناتنا. النهاردة هنكمل حكاية مصر مع عصر مهم جدا في التاريخ المصري، وهو عصر الدولة الوسطى، مليانة ملوك أقوياء، حروب، وتطورات غيرت مجرى الأحداث بالكامل. ده الوقت اللي بنقدر نقول عليه إنه بداية النهضة التانية لمصر، وكمان هنشوف الصراعات اللي حصلت وإزاي مصر اتغيرت في الفترة دي. دلوقتي خلونا نبدأ رحلتنا. بدأ القصة من وقت كانت مصر في حالة فوضى. في عصر الانتقال الأول مصر كانت مقسومة نصين، الشمال والجنوب، وكل إقليم عنده حكامه المستقلين. الأوضاع كانت مضطربة، مفيش ملك واحد قادر يسيطر على البلاد كلها، وكل حاكم بيحاول يبقى صاحب السلطة. الوضع ده استمر فترة طويلة، وكانت البلد على حافة الانهيار. لكن في الجنوب في مدينة طيبة ظهر ملك قوي وشجاع اسمه منتوحتب الثاني. الملك ده كان عنده رؤية واحدة ومهمة كبيرة، يوحد مصر مرة تانية. بعد ما قعد يحضر الجيش بتاعه قرر إنه يبدأ رحلته شمالاً لمواجهة حكام الشمال، وبالتحديد هرمحتب اللي كان حاكم الشمال ومعتبر نفسه الملك الشرعي. المعركة دي كانت من أكبر المعارك في تاريخ مصر القديم. الجيشين اتقوا في ساحة معركة كبيرة، وكل طرف كان عاوز يثبت إنه الأحق بالحكم. بعد معارك شرسة وتضحيات كتير، منتوحتب الثاني قدر إنه يحقق انتصار كبير وينهي عصر الفوضى ويوحد مصر تحت حكمه. وده كان البداية لعصر الدولة الوسطى، العصر اللي مصر رجعت فيه قوتها واستقرت من جديد. بعد توحيد البلاد، منتوحتب الثاني ما كانش مجرد ملك عسكري، لأ، هو كمان كان قائد عظيم على المستوى الإداري والسياسي. بدأ يشتغل على إعادة بناء الدولة من الأساس. مصر كانت محتاجة إعادة تنظيم في كل جوانب الحياة، من الزراعة لحد التجارة، ومن السياسة لحد الإدارة. واحدة من أهم الإصلاحات اللي عملها منتوحتب هي تنظيم الضرائب وجمع الموارد. البلد كانت محتاجة تمويل كبير علشان تستعيد قوتها، ومن هنا
بدأ يبني نظام إداري قوي يقدر يدير البلاد ويشرف على تطويرها، وده مكنوه من إنه يمول مشروعات ضخمة زي بناء المعابد والمقابر الملكية. أشهر حاجة عملها هي مقبرته في الدير البحري اللي بقت رمز من رموز العمارة المصرية القديمة، وبمثابة مزار ديني وتقليدي للملوك اللي جم بعده. منتو حاتب كمان اهتم بتطوير الجيش وتحديث الأسلحة، كان عارف إن القوة العسكرية هي اللي هتحمي إنجازاته، وعلشان كده ركز على تدريب الجنود وبناء الحصون على الحدود الجنوبية لحماية مصر من أي غزو خارجي، وده خلى الحدود الجنوبية آمنة لفترة طويلة. بعد وفاة منتو حتب الثاني، مصر كانت محتاجة ملك جديد يكمل المسيرة. هنا ظهر الملك العظيم أمنمحات الأول، اللي يعتبر واحد من أقوى وأذكى الملوك في تاريخ الدولة الوسطى. أمنمحات الأول كان مؤسس الأسرة الثانية عشر، وده كان بداية حقبة جديدة من الاستقرار والازدهار. أول حاجة عملها أمنمحات الأول إنه نقل العاصمة لمكان جديد. العاصمة القديمة كانت في طيبة، بس أمنمحات قرر إنه ينقلها لمكان جديد أقرب للدلتا علشان يبقى أقرب للطرق التجارية والأراضي الزراعية الغنية. وفعلاً أسس العاصمة الجديدة إيثيتاوي، والمدينة دي كانت بتعني اللي بتسيطر على الأرضين اللي هم مصر العليا ومصر السفلى. لكن الخطوة الأكبر اللي عملها أمنمحات كانت سياسية بامتياز. قرر إنه يشرك ابنه سنوسرت الأول في الحكم وهو لسه حي، يعني ابنه كان بيدير شؤون الحكم معاه، وده كان نظام عبقري علشان يضمن انتقال سلس للسلطة بعد وفاته. سنوسرت بدأ يتعلم شؤون الحكم والإدارة في حياة والده، وده منع أي مشاكل أو صراعات على العرش بعد وفاة أمنمحات. عد وفاة أمنمحات الأول، سنوسرت الأول بقى الحاكم الفعلي لمصر، وكان معروف بالقوة والشجاعة في المعارك. سنوسرت الأول قرر إنه يوسع حدود مصر ويحميها من أي تهديد خارجي. كان شايف إن الجنوب هو مفتاح القوة لمصر، وبدأ يركز على منطقة النوبة الغنية بالموارد خصوصاً الذهب. سنوسرت الأول قاد حملات عسكرية كبيرة جداً في النوبة وحقق نجاحات ضخمة هناك. وصل لحد الشلال الثاني، وهناك بنى حصون زي حصن باهن وحصن ميريس اللي كانت بمثابة قلاع عسكرية وتجارية. الحصون دي مش بس كانت بتأمن الحدود، لأ دي كمان كانت بتستخدم كنقاط تجارية للتبادل بين مصر وجيرانها. وبجانب الحروب، سنوسرت الأول كان عنده اهتمام كبير بتطوير الزراعة والموارد الداخلية. كان عارف إن استقرار البلاد مرتبط بالزراعة، وبدأ في مشروعات ري كبيرة علشان يضمن إن الأراضي الزراعية تفضل تنتج بوفرة. نيجي دلوقتي للملك اللي بجد يعتبر رمز من رموز القوة العسكرية في مصر، وهو سنوسرت الثالث. الراجل ده كان قائد عظيم، وحكمه كان معروف بالقسوة والعدالة في نفس الوقت. سنوسرت الثالث عمل إصلاحات كبيرة في الجيش، وخلى كل جندي يبقى على أعلى مستوى من التدريب. أهم حاجة عملها سنوسرت الثالث كانت توسيع الحدود الجنوبية لمصر لحد الشلال الثالث. النوبة كانت منطقة غنية بالموارد، وسنوسرت كان عنده خطة إنه يسيطر عليها بالكامل. وعلشان يحقق ده بنى سلسلة من الحصون على طول نهر النيل زي حصن سمنة وحصن كومة، ودي كانت مراكز دفاعية قوية ضد أي تهديد من الجنوب. لكن سنوسرت الثالث ما كانش بس حاكم عسكري، هو كمان كان قائد سياسي ذكي. عمل إصلاحات في إدارة البلاد واهتم بتطوير البيروقراطية الداخلية علشان يضمن إن كل حاجة ماشية بسلاسة. ده كان سبب رئيسي في استقرار مصر لفترة طويلة جدا. بعد سنوسرت الثالث جه حفيده أمنمحات الثالث، واللي بقى واحد من أعظم ملوك الدولة الوسطى. أمنمحات الثالث كان ملك غير عادي، واهتم جدا بتنمية الاقتصاد والموارد الطبيعية لمصر. من أهم المشروعات اللي قام بيها هو مشروع خزان الفيوم. مشروع خزان الفيوم كان عبارة عن شبكة ضخمة من الترع
والقنوات اللي بتوصل المياه للأراضي الزراعية، وده خلى مصر تقدر تزرع مساحات كبيرة من الأراضي اللي كانت قبل كده مش مزروعة. ده أدى لزيادة إنتاج الحبوب وتأمين الاحتياجات الغذائية للبلد، وكمان زود دخل الدولة. أما نمحات الثالث كمان كان مهتم بالبناء، بنى معابد ضخمة ومقابر ملكية، ومن أشهر أعماله هرم هوارة اللي يعتبر واحد من أروع الأهرامات في الدولة الوسطى. أما نمحات الثالث ما كانوش بنفس الكفاءة والقوة اللي كان عليها الملوك اللي سبقوه، وده خلى البلاد تدخل في مرحلة من الضعف والتراجع. الحروب والنزاعات الداخلية زادت، والبلد بقت مش قادرة تحافظ على حدودها أو مواردها بنفس الكفاءة اللي كانت عليها في بداية الدولة الوسطى. وهنا ظهر عدو جديد من الشرق، وهو الهكسوس. الهكسوس كانوا مجموعة من الشعوب الآسيوية اللي بدأت تتسلل لمصر بشكل تدريجي. في الأول كانوا مجرد تجار ومهاجرين، لكن بعد فترة قصيرة بدأوا يسيطروا على مناطق في الدلتا. السبب الرئيسي إنهم قدروا يعملوا كده هو ضعف الحكومة المركزية في مصر والفساد اللي انتشر بين النخب الحاكمة. الهكسوس كانوا عندهم تفوق عسكري ملحوظ، وخصوصاً استخدامهم العجلات الحربية اللي كانت حاجة جديدة على المصريين في الوقت ده. الهكسوس استغلوا ضعف الدولة وبدأوا يسيطروا على مناطق واسعة من شمال مصر، ووصلوا لحد داديتا حد منفيس اللي كانت واحدة من أهم المدن في مصر السفلى. فترة سيطرتهم على مصر كانت بداية عصر جديد من الفوضى والاحتلال، المعروف بعصر الانتقال الثاني. الفترة دي كانت صعبة جداً على المصريين، لأن الهكسوس مش بس سيطروا على الأراضي، لأ كمان فرضوا ثقافتهم وعاداتهم على الناس. لكن بالرغم من كل ده، ملوك الجنوب في طيبة مقر الحكم التقليدي لمصر ما كانوش مستسلمين. هنا بدأت تظهر أولى محاولات المقاومة ضد الهكسوس، ودي كانت بداية لحركة مقاومة وطنية كبيرة قادها ملوك طيبة اللي كانوا عاوزين يحرروا مصر من الاحتلال. في البداية كانت محاولات المقاومة ضعيفة، لأن الهكسوس كانوا عندهم تفوق عسكري كبير، لكن مع مرور الوقت بدأ المصريين يتعلموا من الهكسوس ويطوروا أسلحتهم. وفعلاً في عهد الملك سقننرع بدأت أولى المعارك الحقيقية ضد الهكسوس. سقننرع كان قائد شجاع، قاد جيشه في معارك شرسة ضد الهكسوس، لكن للأسف انتهت حياته بشكل مأساوي في إحدى المعارك، وجسده اللي اتعثر عليه في مقبرته كان مليان بالجروح اللي اتعرض لها في المعركة. لكن موته ما كانش نهاية المقاومة، بالعكس ده كان الشرارة اللي خلت المصريين يتوحدوا أكتر ضد الهكسوس. بعد سقننرع جه ابنه كامس اللي كمل المعركة ضد الهكسوس وحقق انتصارات كبيرة، لكنه هو كمان مات قبل ما يقدر يحرر البلاد بالكامل. وأخيرا ظهر الملك اللي قدر يحرر مصر بالكامل من الاحتلال الهكسوسي، وهو أحمس الأول. أحمس كان شاب صغير وقت موت والده وأخوه، لكنه تعلم كتير من أخطائهم واستعد كويس للمعركة النهائية ضد الهكسوس. جهز جيشه كويس وقرر إنه يهاجمهم في عقر دارهم في الدلتا. أحمس نجح في طرد الهكسوس من مصر بعد معارك عنيفة ومطاردتهم لحد حدود فلسطين، وده مكنه إنه يستعيد سيطرة مصر على أراضيها بالكامل وينهي فترة الاحتلال اللي استمرت لسنين طويلة. أحمس الأول مش بس حرر مصر، لا كمان أسس الأسرة الثامنة عشر اللي كانت بداية لعصر جديد من الازدهار والقوة في تاريخ مصر، وهو عصر الدولة الحديثة. وكده نكون وصلنا لنهاية حكاية الدولة الوسطى اللي بدأت بوحدة عظيمة في عهد منتوحتب الثاني، وانتهت بمقاومة عظيمة ضد الهكسوس اللي قادها أحمس الأول. الفترة دي كانت مليانة أحداث كبيرة وملوك عظماء، واللي حطوا أسس القوة والنهضة اللي هتبدأ في الدولة الحديثة. ما تنسوش إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان ما تفوتوش الحلقة الجاية اللي هنتكلم فيها عن بداية عصر الدولة الحديثة والفتوحات العسكرية اللي خلت مصر إمبراطورية عظيمة. شكراً ليكم واستنونا في الحلقة الجاية.
أهلاً وسهلاً بكم يا أبطال في الحلقة الثامنة من سلسلتنا عن تاريخ مصر. النهاردة هنغوص مع بعض في واحدة من أقوى وأكبر القصص في تاريخ مصر القديم، قصة صمود ومقاومة قدام غزو عنيف ومكر قوي. بنتكلم النهاردة عن الهكسوس، الشعب اللي جاي من أراضٍ بعيدة وقرر يغزو مصر ويحاول يفرض سيطرته على واحدة من أعظم حضارات العالم القديم. الهكسوس ما كانوش ناس عاديين، كانوا شعوب جاية من منطقة كنعان، بلاد بعيدة في آسيا، وجايين معاهم تقاليد وأساليب جديدة جداً على المصريين. الهكسوس دول كانوا بيفضلوا يتوسعوا وينتشروا، وعندهم حلم كبير بالسيطرة على أراضٍ خصبة وغنية زي مصر، لأنها كانت دولة قوية وعظيمة بثقافتها وحضارتها. الهكسوس مش لوحدهم، وأسلحتهم كانت متطورة جداً، وبيدخلوا بأسلوب جديد على المصريين. معاهم العربات الحربية وأقواس السهام المزدوجة اللي كانت أسلحة خطيرة في الزمن ده، أسلحة مش موجودة في مصر وقتها، وده خلاهم يكتسبوا أفضلية واضحة ويحققوا تقدم سريع في شمال مصر. لكن المصريين مش سهلين، المصريين مش ناس تسيب أرضها لحد يسيطر عليها مهما كانت قوته. في الفيديو ده هنحكي لكم حكاية احتلال الهكسوس لمصر، وإزاي كانوا بيحاولوا يفرضوا عاداتهم وتقاليدهم على المصريين، وإزاي رغم الاحتلال ورغم الصعوبات المصريين كانوا دايماً رافعين راسهم ومتمسكين بحضارتهم العريقة. هنتكلم عن أبطال المقاومة، سقن رع وكامس اللي بدأوا رحلة التحرير، وعن أحمس الملك العظيم اللي ما قدرش يسيب أرضه للأعداء وقرر يحارب ويطردهم لحد آخر شبر. قصة ملهمة مليانة تفاصيل وحماس. في الحلقات اللي فاتت شفنا قصص عظيمة عن حضارة مصر، لكن النهاردة هنعيش حكاية مليانة كفاح، معارك وشجاعة لا تنسى. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان متفوتوش باقي حلقات سلسلة تاريخ مصر. واستعدوا، لأن القصة النهاردة هتخليكوا تشعروا بالفخر والانتماء لأرض أجدادنا. دلوقتي خلينا نبدأ رحلتنا في فصل جديد ومثير. هنرجع بالزمن للوراء لنتعرف على أصل الهكسوس، مين هما، وإزاي اتكونت قوتهم اللي قررت تغزو واحدة من أعظم حضارات العالم. الهكسوس مش مجرد شعب عادي، دي قبائل جات من مناطق بعيدة شوية، من منطقة كنعان تحديداً، ودي مناطق موجودة في غرب آسيا قريبة من سوريا وفلسطين دلوقتي. الناس دي عاشوا كقبائل بتميل للحرب والتوسع. في الزمن ده كان حلمهم إنهم يسيطروا على أراضي خصبة ويعيشوا فيها براحتهم، ومصر كانت في بالهم طول الوقت. المصريين وقتها كانوا في حالة ضعف سياسي وتشتت داخلي، وخاصة في عصر الانتقال الثاني بعد انهيار الأسرة الثانية عشرة اللي كانت بتقود البلاد. الهكسوس استغلوا الفرصة دي وشافوا إنهم ممكن يدخلوا مصر بالتدريج من غير ما يصطدموا بالجيش المصري بشكل مباشر. الهكسوس ما كانوش مجرد محاربين، دول كانوا بيستخدموا أسلحة كانت متطورة جداً بالنسبة لوقتها. كانوا أول ناس يدخلوا فكرة العربات الحربية لمصر. العربات دي كانت بتجرها الخيول وبتديهم ميزة كبيرة في المعركة، خصوصاً في المساحات المفتوحة زي دلتا النيل. ده غير إنهم كانوا بيتقنوا استخدام أقواس السهام المزدوجة اللي كان مداها أبعد من الأسلحة التقليدية اللي كان المصريين بيعتمدوا عليها في الوقت ده. وقبل ما يفكروا في غزو مصر بشكل فعلي، الهكسوس كانوا بيستغلوا التجارة في بناء علاقتهم مع جيرانهم في الشمال والشرق. كانوا بيتاجروا في معادن، أدوات، وحتى بعض الحرف اللي كانوا شاطرين فيها. التجارة دي زودتهم بموارد كتير وخلتهم يستفيدوا من الحضارات التانية، وخصوصاً في تطوير أسلحتهم وتقنياتهم العسكرية. الهكسوس مخدوش القرار بالغزو مرة واحدة، لا، دول بدأوا بدخول مصر من الشمال بالتدريج، وركزوا على السيطرة على المدن الشمالية زي مدينة أفاريس اللي بعد كده بقت عاصمة ليهم. أفاريس كانت مكان مثالي ليهم لأنها قريبة من البحر المتوسط والنيل، وده بيسهل عليهم التواصل مع مدن الشمال وكمان مع بلادهم الأصلية. ومع مرور الوقت الهكسوس فرضوا سيطرتهم على مناطق واسعة من شمال مصر. صحيح ما قدروش يوصلوا لطيبة في الجنوب، لكن شمال مصر بقى فعلياً تحت حكمهم. بدأوا يفرضوا عاداتهم وتقاليدهم، وده خلى المصريين يشعروا بالغربة في أرضهم، لكن المصريين كانوا دايماً متمسكين بلغتهم ودينهم وعاداتهم. في ظل الاحتلال ده المصريين فضلوا مؤمنين بأن مصر هتستعيد قوتها، وده كان بيديهم قوة وصبر إنهم يستحملوا ويقاوموا على طريقتهم. ما تنسوش إن دي لسه البداية. هنتكلم أكتر عن بداية المقاومة في الجنوب تحت قيادة سقن رع،
وإزاي بدأ المصريين يستعدوا لاستعادة أراضيهم. لو مهتمين تعرفوا تفاصيل أكتر ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان مش عايزين تفوتوا لحظة من القصة دي. في الفترة دي مصر كانت بتمر بفترة صعبة جدا اسمها عصر الانتقال الثاني. الأسرة الثانية عشرة كانت قد انتهت، ومصر كانت فاقدة لقوتها المركزية، وكانت فيه صراعات داخلية بين حكام الأقاليم اللي حاولوا يسيطروا على السلطة بعد انهيار النظام المركزي. الوضع ده خلق حالة من الانقسام والتشتت، وافتح الباب قدام أي قوة خارجية تفكر في الاستيلاء على الأراضي المصرية. الهكسوس استغلوا الفرصة دي بذكاء. ما كانوش عايزين يهاجموا جيش منظم لأنهم عارفين إن ده هيكلفهم كتير. بدل كده بدأوا يدخلوا مصر من الشمال، ومن غير ما حد يحس سيطروا على بعض المدن الشمالية، وبدأوا يوطدوا نفوذهم في منطقة الدلتا. واحدة من أهم خطواتهم كانت السيطرة على مدينة أفاريس. أفاريس بقت زي مركز عمليات الهكسوس في مصر، ومن خلالها قدروا ينظموا صفوفهم ويجمعوا مواردهم ويحكموا سيطرتهم على باقي المدن المجاورة. موقع أفاريس كان استراتيجي لأنها موجودة في شمال مصر وقريبة من البحر، وده بيسهل عليهم التواصل مع بلادهم وجلب أي دعم أو إمدادات يحتاجوها. الهكسوس ما كانوش بيستعجلوا، كانوا بيستخدموا مزيج من الدبلوماسية والخداع ليفرضوا نفوذهم من غير ما يثيروا الشكوك. كانوا بيدخلوا بعض القرى والمدن ويعملوا على كسب ثقة زعمائها، وبعد ما يحكموا سيطرتهم بشكل غير مباشر يبدأوا يفرضوا نفسهم بشكل علني. لكن رغم ده كله في حاجات فضلوا مش قادرين يغيروها. المصريين كانوا دايما متمسكين بلغتهم ودينهم وحضارتهم. كل اللي الهكسوس عملوه من فرض عاداتهم وتقاليدهم ما كانش كافي إنهم يمحوا الهوية المصرية. وفي فترة الاحتلال دي الهكسوس فرضوا قوانينهم ونظموا حياتهم بما يناسب أسلوبهم، وبدأوا يفرضوا الضرائب ويستخدموا العمالة المصرية. كانوا بيتعاملوا مع المصريين كناس أقل منهم، وده خلق جو من الكراهية الصامتة عند المصريين. صحيح إن الهكسوس حاولوا يغيروا ثقافة المصريين، لكن الشعب المصري فضل رافض للاحتلال، وكأنه عايش في مقاومة داخلية، رفض إنه ينصهر أو يتغير. المصريين كانوا عايشين على أمل إنهم يستعيدوا أرضهم وحريتهم يوم ما، وفضلت أفكار المقاومة موجودة حتى لو كانت خفية، مستنيين اللحظة اللي يقدروا فيها يثوروا ويطردوا الغزاة. ودلوقتي بنقول لكل اللي بيسمعنا ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تتابعوا معنا باقي قصة كفاح المصريين ضد الهكسوس، لأن اللي جاي في الحكاية دي مليان حماس وأحداث مشوقة، ولسه هنشوف مع بعض إزاي المصريين قرروا يقلبوا الطاولة على الهكسوس. سقنن راع كان حاكماً من حكام الجنوب في طيبة، وقائداً ما كانش يقدر يتفرج على بلده وهي تحت الاحتلال من غير ما يحرك ساكن. من قلب طيبة، المدينة اللي كانت بعيدة نسبياً عن سيطرة الهكسوس، قرر سقنن راع إنه يطلق شرارة المقاومة ضد الاحتلال. لكن سقنن راع ما كانش معاه جيش كامل أو أسلحة متطورة زي اللي مع الهكسوس. كان بيعتمد بشكل كبير على عزيمة المصريين وإيمانهم بوطنهم وحضارتهم. بدأ سقنن راع يجهز الجيش، يدرب الجنود ويقوي عزيمتهم، وده مش سهل، كان بيمثل تحدي كبير قدامه، لكنه كان مؤمن بأن قوة الروح الوطنية هتكون سلاح أقوى من أي عتاد. وبيقال إن شرارة الثورة زادت بعد موقف مستفز جدا حصل بين سقنن راع وملك الهكسوس اللي كان اسمه أبو فيس. أبو فيس كان عايز يهين سقنن راع، فأرسل له رسالة غريبة ومهينة بيطلب فيها منه حاجات غير منطقية، من بينها إنه يوقف أصوات أفراس النهر في النيل لأنها كانت بتزعجه في قصره اللي بعيد جدا عن طيبة. الرسالة دي كانت بمثابة استهزاء صريح بسقنن راع والمصريين، لكن سقنن راع مرضش بالاستسلام، بالعكس ده كان رد فعله قوي جدا، واعتبرها فرصة لإثارة الحماس بين شعبها وجنوده، وحس المصريين إن الوقت جيه علشان يتحدوا الغزاة. سقنن راع بدأ يجهز المعارك الصغيرة في الجنوب، كان بيضرب ضربات مفاجئة لجنود الهكسوس اللي بيحاولوا يدخلوا مناطق الجنوب. العمليات دي كانت صغيرة في البداية، لكنها أثرت على معنويات الهكسوس، وبدأت تعطي الأمل للمصريين اللي كانوا تحت حكمهم في الشمال. وفي الوقت ده المصريين كانوا بيشوفوا أفعال سقنن راع وبيزداد أملهم. الناس في طيبة وفي الجنوب كانوا بيدعموه وبيشجعوه، وكانوا شايفين فيه الأمل لتحرير مصر من يد الهكسوس. لكن للأسف المقاومة دي كان لها ثمن كبير. سقنن راع قدم حياته فداء لمصر واستشهد وهو بيحارب الهكسوس. سقنن راع مات،
لكن موته كان بداية لثورة عظيمة. موته كان الشعلة اللي خلت المصريين كلهم يتحمسوا ويقرروا يكملوا المشوار اللي بدأوا. بعد استشهاد سقن رع، المصريين في طيبة ما استسلموش وفضلوا مصممين على تحرير أرضهم. سقن رع علمهم الشجاعة ورسخ فيهم الإيمان بأن مصر لازم تستعيد حريتها مهما كان الثمن. بعد استشهاد سقن رع ما كانش قدام المصريين غير خيار واحد، إنهم يكملوا الطريق اللي بدأوا ويحققوا الحلم اللي دفع حياته ثمن له. القائد الجديد اللي استلم شعلة المقاومة كان الشاب أحمس ابن سقن رع، اللي كان قرر إنه يحرر مصر مهما كلفه الأمر. أحمس كان صغير في السن، لكنه كان شجاع وذكي بشكل لا يوصف، وكان عارف إن تحرير مصر مش بس هيحصل بقوة السلاح، لكن محتاج ذكاء وخطة محكمة. أحمس كبر وهو شايف والده بيقاتل، وقرر إنه يكمل المسيرة دي مش بس علشان مصر، لكن علشان الانتقام لدم والده كمان. أول حاجة عملها أحمس إنه ركز على تدريب الجيش. الجيش ده كان مختلف عن أي جيش مصري قبله. أحمس استخدم تكتيكات الهكسوس وتعلم من أسلوبهم، ودرب جنوده على القتال باستخدام العربات الحربية، وزودهم بأحدث الأسلحة اللي قدر يصنعها. في نفس الوقت أحمس قرر إنه يقوي التحالفات مع القبائل المحيطة، وده ساعده على توفير الموارد والأسلحة لجيشه. ده كان جهد كبير، لكن أحمس كان شايف إن مفيش نجاح بدون استعداد وتحضير، واستفاد من أخطاء الماضي وحرص إنه ما يسيبش أي ثغرة. وفي اللحظة دي المصريين حسوا بإن الأمل بيعود، وبإن مصر ممكن فعلاً تتحرر على يد القائد الشاب ده. بدأ أحمس معاركه باستعادة المدن الشمالية واحدة ورا التانية. الهكسوس ما كانوش متوقعين الهجمات دي، لأنهم كانوا معتقدين إن المقاومة انتهت بموت سقن رع. أحمس فاجأهم بخططه الذكية، وكان بيستخدم تكتيكات المفاجأة والكر والفر. مدينة أفاريس عاصمة الهكسوس في مصر كانت أهم هدف بالنسبة له. المعركة هناك كانت شرسة. أحمس قدر يحاصر المدينة ويضعف دفاعاتها، وبعد معارك طويلة وشديدة نجح في اختراق أسوارها. بعد معركة أفاريس الهكسوس بدأوا يشعروا بالضعف وقرروا ينسحبوا شمالاً، لكن أحمس ما كانش ناوي يسيبهم يهربوا بسهولة، فطردهم لحد ما خرجوا تماماً من أرض مصر. أحمس كان عارف إن مهمته مش هتخلص غير لما يطهر الأرض بالكامل من وجودهم. المعارك الأخيرة كانت في منطقة شاروهين، وهي المكان اللي حاول فيه الهكسوس الهرب وإعادة تنظيم صفوفهم، لكن أحمس قدر يهزمهم بشكل نهائي وأجبرهم على الخروج تماماً من مصر. بعودة أحمس منتصر، مصر استرجعت كرامتها وقوتها، وبدأ عهد جديد من الوحدة والاستقرار. أحمس مش بس كان محرر مصر، لكنه كمان وضع أساس إمبراطورية قوية أصبحت منارة للحضارة، وأعاد بناء المعابد وعزز من الثقافة والفنون. دلوقتي بعد ما استرجعنا قوتنا وطردنا الهكسوس، دخلنا في فترة جديدة مش بس في تاريخ مصر، لكن كمان في تاريخ العالم كله. بنحكي عن تأسيس الأسرة الثامنة عشر، اللي كانت بداية عصر الإمبراطورية المصرية ووقت ظهور عظماء الفراعنة. بعد انتصاراته أحمس تولى عرش مصر كملك. القرارات اللي اتخذها كانت حاسمة. بدأ بإعادة توحيد البلاد وتقوية الجيش وبناء أسطول بحري قوي. أحمس كان عارف إن التحديات اللي قدامه كبيرة، لكن عزيمته كانت أكبر. بدأ يجمع حوله صفوف الملكية، وأكد على أهمية الوحدة الوطنية بين المصريين. أحمس ما كانش بس ملكاً، لكن كان قائد عسكري عظيم. أطلق حملات عسكرية ضد الأعداء، مش بس الهكسوس، لكن كمان ضد الشعوب اللي كانت تهدد أمن مصر. قدر يوسع حدود الإمبراطورية المصرية لتمتد لبلاد الشام ونوبي، وده خلى مصر في مكانة استراتيجية متميزة. ومش بس كده، أحمس كمان كان له دور كبير في بناء المعابد وتعزيز الدين، وكان بيعتبر نفسه ممثل للآلهة على الأرض. وده خلى المصريين يتعاطفوا معاه ويعتبروا نجاحاته مرتبطة بنجاح حضارتهم. تأسيس الأسرة الثامنة عشر كان بداية عصر من الإبداع والابتكار. الفترة دي كانت مليانة بالأعمال الفنية والمعمارية الرائعة. بناء المعابد مثل معبد الكرنك كان بمثابة تجسيد للروح المصرية في الإبداع والتفاني. كمان بدأ الفراعنة يركزوا على تطوير الزراعة والصناعة، مما زاد من ازدهار الاقتصاد. المصريين بدأوا يزرعوا محاصيل جديدة ويستخدموا تقنيات متقدمة في الري، وكل ده ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد. بعد حكم ناجح توفي أحمس، لكن إرثه ظل باقي. قيادته شجعت المصريين على الحفاظ على حضارتهم والدفاع عنها، وخلق جيل جديد من الفراعنة اللي هيمشوا على نفس النهج.
وإحنا دلوقتي بنوصل لنهاية رحلتنا مع قصة الهكسوس وتأثيرهم على تاريخ مصر العظيم. رحلة مليانة بالدراما، الشجاعة والبطولة، وعلمتنا إن الأمل والصمود قادرين على تغيير مسارات التاريخ. من خلال الصراع بين المصريين والهكسوس شفنا كيف إن الوحدة الوطنية والإيمان بالأرض ممكن يغيروا مصير أمة بأكملها. أحمس وزملائه علمونا أهمية القيادة الحقيقية، مش بس في المعارك لكن كمان في بناء المجتمع وتعزيز الثقافة. بفضل شجاعة المصريين نهضت حضارتهم مرة تانية، وبدأت عصر جديد من الازدهار في التاريخ اللي أدى لظهور أعظم الفراعنة ونجاحاتهم في مختلف المجالات. قصة أحمس والشعب المصري كانت ملهمة، وبتعكس الإرادة القوية اللي ممكن تخلق تغيير حقيقي. كمان التاريخ مهم عشان نعرف من وين جينا وإزاي نبني مستقبل أفضل. تعلمنا من أخطاء الماضي وعرفنا إن الشعب القوي ممكن يواجه أي تحدي ويحقق الانتصار مهما كانت الظروف. في الختام أحب أشكر كل واحد فيكم على متابعتكم لرحلتنا وعلى دعمكم المستمر. وللناس اللي مش مشتركين في القناة ياريت تفكروا في الاشتراك وتفعيل الجرس علشان تكونوا معانا في الحلقات الجاية ونستمر سوا في استكشاف أسرار حضارتنا وثقافتنا العظيمة. إحنا مش بس بنروي قصص، إحنا بنحافظ على تراثنا وبنبني جسر بين الماضي والمستقبل. يلا مع بعض نواصل مسيرتنا ونعرف أكتر عن العصور العظيمة والأحداث اللي شكلت هويتنا. شكراً لكم مرة تانية، وأشوفكم في الحلقة الجاية مع قصة جديدة ومليئة بالأسرار والتحديات. سلام. منذ آلاف السنين نشأت حضارة على ضفاف النيل، حضارة تعد واحدة من أقدم وأعظم الحضارات في تاريخ البشرية، الحضارة المصرية القديمة. كيف استطاع المصريون القدماء بناء واحدة من أكثر الإمبراطوريات قوة وتقدماً في العالم القديم؟ وكيف تمكنوا من تشييد أهرامات ومعابد ما زالت تقف شامخة أمام الزمن، متحدية كل عوامل الطبيعة؟ تخيلوا أن هذه الحضارة نشأت قبل أكثر من 5000 عام. حين كان العالم يعيش في بداياته الأولى، كان المصريون قد بدأوا في تحقيق إنجازات علمية وفلكية وهندسية ما زلنا حتى اليوم نحاول فهمها. لكن كيف حصلوا على هذه المعرفة؟ وكيف كانت حياتهم اليومية مليئة بالتطورات التي لم يشهدها بقية العالم إلا بعد آلاف السنين؟ الأهرامات على سبيل المثال تعتبر إحدى أعظم الألغاز التي تركها الفراعنة. كيف تمكنوا من بناء هذه الهياكل الضخمة والتي تتكون من ملايين الأحجار، كل حجر يزن أطنانا؟ هل كان لديهم تكنولوجيا سرية أم أن هناك قوى أخرى ساعدتهم في ذلك؟ بعض العلماء يؤمنون بأن الفراعنة كانوا يمتلكون معرفة علمية متقدمة بشكل لا يتناسب مع عصرهم. لكن من أين جاءت هذه المعرفة؟ ثم نجد ارتباط الأهرامات بمواقع النجوم بشكل دقيق ومدهش. هل كان المصريون القدماء على علم بالفلك لدرجة تمكنهم من محاذاة مبانيهم مع حركة النجوم؟ وكيف استطاعوا فهم الكون بهذا العمق في وقت لم تكن فيه تكنولوجيا متقدمة كما نعرفها اليوم؟ وهنا يأتي السؤال الكبير: هل كانت هناك حضارات متطورة أخرى تتواصل مع الفراعنة؟ هل كانت هناك إرشادات أو رسائل من السماء قادتهم إلى هذا التطور؟ لقد ترك لنا الفراعنة كنوزاً من المعرفة، لكنها كنوز ليست من الذهب أو المجوهرات، بل هي كنوز من الأسئلة التي لا نجد لها إجابات واضحة. من هم هؤلاء الفراعنة حقاً؟ وهل كانت لديهم قوى أو معارف خارقة؟ ولماذا اختاروا بناء أهراماتهم ومعابدهم بهذه الدقة الغريبة؟ هل من الممكن أن يكون للفراعنة علم خاص لم يصلنا؟ علم سجل في نصوص قد تكون فقدت أو ما زالت مخبأة في مكان ما؟ وهل كانوا يسعون بالفعل إلى التواصل مع عوالم أخرى أو مع كائنات من خارج الأرض؟ بداية رحلتنا مع الفراعنة تبدأ هنا، حيث نتعرف على حضارتهم العظيمة وإنجازاتهم المدهشة، ونطرح الأسئلة التي قد تقودنا لاكتشافات جديدة. رحلتنا نحو أعماق أسرار الحضارة المصرية القديمة وألغازها التي لم يتم حلها بعد. فهل أنتم مستعدون لخوض هذه الرحلة؟ من أعمق أسرار الحضارة المصرية القديمة تأتي الرموز والنقوش الغامضة التي لم يستطع العلماء تفسيرها بالكامل حتى اليوم. هذه الرموز ليست مجرد رسومات فنية، بل هي رسائل مشفرة ربما تحمل معاني لم تصل إلينا بعد. في جدران المعابد وعلى جدران المقابر وحتى في الأدوات والأثاث نجد رموزاً غريبة لا تشبه أي كتابة معروفة، وأحياناً تظهر أشكالاً وأيقونات لا تتماشى مع حياة المصريين اليومية.
ما جعل البعض يعتقد أن هذه النقوش قد تكون رسالة موجهة إلى من يملك القدرة على فهمها، أو ربما تلميحاً لاتصالات حدثت مع حضارات أخرى قد تكون خارج كوكب الأرض. على سبيل المثال، هناك رمز يعرف بالزهرة الحية، والذي يظهر في معبد أبيدوس، ويشبه إلى حد بعيد ما يصور كآلة أو جهاز معقد. ليس هذا فحسب، بل تظهر في نفس النقوش أشكال تشبه المركبات والطائرات، مما أدى لانتشار فكرة أن المصريين القدماء قد امتلكوا معرفة علمية متقدمة، أو أنهم تلقوا مساعدة من حضارات أخرى. رمز آخر مثير للجدل يظهر في مقبرة بتاح حتب، حيث نجد أشكالاً غير بشرية تتفاعل مع المصريين القدماء وكأنها جزء من طقوسهم الدينية، مما يطرح تساؤلات حول ماهية تلك الكائنات، وهل كانت جزءاً من ثقافة المصريين أم أن لها أصولاً في أماكن أخرى بعيدة عن الأرض. البعض يرى في هذه الرموز أدلة على اتصالات ثقافية أو روحية قد تمت بين الحضارة المصرية وحضارات مجهولة. في الواقع، العديد من هذه الرموز لا تزال حتى اليوم لغزاً كبيراً، وتطرح تساؤلات دون إجابة. لماذا اختار المصريون القدماء هذه الأشكال بالتحديد؟ وهل كان لهذه النقوش دور في طقوسهم الدينية فقط، أم أنها تحمل رسائل علمية أو كونية أكبر مما نتصور؟ هذه الرموز الغامضة تظل موضوع بحث مستمر، لأن كل رمز منها ربما يحمل جزءاً من إجابة سرية تنتظر الاكتشاف، وقد تكون مفتاحاً لفهم جوانب من التاريخ الإنساني والحضارات القديمة لم يتم كشفها بعد. ومع تطور الأبحاث يبقى السؤال الأهم: هل هي مجرد إبداعات فنية ودينية، أم أنها دليل حقيقي على اتصالات مع حضارات أخرى بعيدة أو قريبة من كوكبنا؟ كان المصريون القدماء يؤمنون أن العالم الذي نعيش فيه ليس العالم الوحيد، بل هناك عوالم أخرى مليئة بالغموض والكائنات الروحانية التي قد تكون على تواصل معنا، وقد تؤثر في حياتنا بطرق لا نعرفها. ومن خلال النصوص القديمة والأساطير التي تناقلتها الأجيال، نجد تفاصيل عن هذه العوالم والكائنات التي كانت تعتبر بالنسبة للمصريين القدماء رموزاً للقوة والحماية، أو رسلاً تحمل الإرشاد من عوالم سماوية. إحدى هذه الأساطير هي أسطورة الإله تحوت، إله الحكمة والمعرفة، الذي قيل إنه جاء من عالم بعيد يحمل معارف سحرية وفلسفية. يعتقد أنها ساهمت في تقدم المصريين القدماء في مختلف العلوم، من الفلك إلى الطب والهندسة. في بعض النصوص يصور تحوت على أنه رسول يحمل رسائل من العالم السماوي، ويعلم المصريين أسرار الحياة والموت. أما في معبد الكرنك فنجد نصوصاً تشير إلى مخلوقات النور، كائنات يقال إنها تظهر للمصريين في لحظات معينة لتقديم النصح والإرشاد، وقد كانوا يعتقدون أن هذه الكائنات تمتلك قوة خارقة تمكنها من رؤية المستقبل وتقديم الحكمة للبشر في مواجهة الصعوبات. هذه القصص جعلت من مخلوقات النور جزءاً من الحياة اليومية، حتى أن الكهنة كانوا يستدعون هذه الكائنات خلال طقوسهم ويطلبون منها التوجيه في أمور الحياة. هناك أيضاً أسطورة بوابة الآخرة التي تشير إلى أن المصريين القدماء كانوا يؤمنون بأن أرواح الموتى تمر عبر بوابة روحية للانتقال إلى عالم آخر، وقد كانت هذه البوابة مكاناً مليئاً بالكائنات الحامية التي تساعد الأرواح في رحلتها وتمنحها القوة للتغلب على التحديات التي قد تواجهها في العالم الآخر. كان المصريون يعتمدون على هذه الكائنات في حياتهم اليومية، ويؤمنون بأنها تمنحهم الحماية والإرشاد. هذه الأساطير والنصوص الروحانية تظهر بوضوح كيف كان المصريون القدماء يرون عالماً آخر مليئاً بالأسرار والكائنات الغامضة التي تساهم في حياتهم اليومية وتحمل لهم الإرشادات السماوية التي كانوا يعتمدون عليها بشدة. ويطرح هذا السؤال: هل كانت هذه مجرد أساطير روحانية، أم أنها تجارب حقيقية عاشها المصريون القدماء في تواصلهم مع عوالم أخرى؟ ندخل الآن إلى عالم الأهرامات، تلك الهياكل العظيمة التي بنيت قبل آلاف السنين وما زالت تقف شامخة حتى يومنا هذا. كيف تمكن المصريون القدماء من بناء هذه الأهرامات بهذا الحجم وبهذه الدقة الهندسية؟ بل كيف رفعوا تلك الأحجار الضخمة التي يصل وزن كل منها إلى عدة أطنان ووضوعوها بدقة لا تتجاوز المليمترات؟ تعتبر الأهرامات المصرية من أعظم الإنجازات التي عرفها العالم القديم. هياكل ضخمة بنيت بحجارة ثقيلة تزن أطنانا. ترى كيف تمكن المصريون القدماء من نقلها ووضعها بهذه الدقة التي لا نرى مثلها حتى اليوم؟ الأهرامات ليست مجرد مبان عملاقة، إنها رمز للحضارة المصرية القديمة،
وقدرتها العجيبة على المزج بين العمارة والفلك. الهرم الأكبر في الجيزة على سبيل المثال بني بحيث يتماشى مع الشمال الجغرافي بدقة مذهلة. هذه الدقة لم تكن محض صدفة، بل تعكس معرفة عميقة بمواقع النجوم وحركة الكواكب، وهو ما يثير دهشة العلماء حتى اليوم. كان المصريون القدماء يقدرون عالم النجوم، ورأوا في الكون أسراراً عظيمة تستحق الدراسة. تشير بعض الأدلة إلى أنهم اختاروا محاذاة الأهرامات مع الكوكبات السماوية لأسباب دينية وروحانية، مؤمنين بأن الأهرامات قد تكون بوابة تربطهم بالعالم الآخر. أما من الناحية الهندسية فقد صممت الأهرامات بحيث تكون قواعدها مربعة متساوية الأضلاع وزواياها دقيقة، مما يعكس مستوى غير مألوف من الهندسة والرياضيات في ذلك العصر. وقد بنيت الأهرامات باستخدام ملايين الأحجار، بعضها يصل وزنه إلى 15 طناً، مما يطرح سؤالاً حقيقياً عن التكنولوجيا التي استخدموها لرفع ونقل هذه الأحجار الثقيلة إلى ارتفاعات شاهقة. لكن الأهرامات ليست مجرد هياكل حجرية، إنها تمثل جزءاً من فهم المصريين القدماء للعالم المحيط بهم وفلسفتهم العميقة حول الحياة والموت. في قلوب المصريين كانت الأهرامات مقراً أبدياً للملوك، مليئة بالرموز والنصوص التي تحكي قصص الحياة بعد الموت. داخل هذه الجدران الحجرية اكتشفنا نصوصاً ونقوشاً تتحدث عن رحلات أرواح الفراعنة في العالم الآخر، وكأنهم يهيئون الطريق لأنفسهم للعبور إلى حياة أبدية. من خلال هذه النصوص نرى إيمانهم العميق بالعالم الروحي، وإيمانهم بأن هذه الأهرامات هي المكان الذي يمكنهم فيه الاتصال بالقوى الكونية التي تهدي أرواحهم. تلك الحضارة التي سبقت عصرها بآلاف السنين تركت لنا إرثاً مذهلاً، وإلى اليوم نستمر في محاولة فهمها. فالأهرامات ليست مجرد أحجار مصفوفة فوق بعضها، بل هي قصة حضارة بأكملها، حضارة سطرت اسمها في صفحات التاريخ بأسرارها ومعتقداتها العميقة. لطالما أثارت الحضارة المصرية القديمة تساؤلات وإعجاب الناس في كل مكان، لكن بعض النظريات تتجاوز هذا الإعجاب لتشير إلى وجود اتصال بين المصريين القدماء وكائنات غامضة من عوالم أخرى، كائنات يعتقد البعض أنها جاءت من خارج الأرض، من أعماق الفضاء الشاسع، وتركوا رسائل وإشارات تواصلت بها مع الفراعنة، مما أثر على تطور الحضارة المصرية القديمة بشكل لا يمكن للبشر وحدهم تحقيقه في ذلك الزمن. من أبرز الأدلة التي يستند إليها أصحاب هذه النظريات هي الرموز والنقوش التي وجدت على جدران المعابد وفي سراديب المقابر الملكية، رموز تحمل أشكالاً وتفاصيل لم يكن من المنطقي أن يعرفها الإنسان البدائي في تلك الحقبة. نقوش تظهر أشكالاً لكائنات غير بشرية، مركبات طائرة، وحتى أدوات متقدمة في مجالات علمية كالفلك والطب. إحدى أبرز هذه الرموز تظهر في معبد دندرة، حيث نجد نقشاً يصور كائنات وكأنها تتحكم في أدوات متطورة. يشبه البعض تلك الأدوات بمصابيح كهربائية أو مصادر طاقة غير معروفة في ذلك الوقت، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن مصدر تلك المعرفة المدهشة. وهناك أيضاً الأهرامات، الأعجوبة التي عجز علماء الآثار عن فهم أسرار بنائها بالكامل حتى يومنا هذا. كيف تمكن المصريون من رفع أحجار تزن أطناناً وترتيبها بدقة رياضية فائقة؟ البعض يعتقد أن هذه الدقة قد تكون نتيجة مساعدة من كائنات تفوق الحضارة الإنسانية في ذلك الوقت علماً وتقنية. يقول البعض إن الأهرامات قد بنيت بطريقة تتماشى مع أماكن النجوم والكواكب، وأنه قد يكون وراء ذلك معرفة كونية لم تكن متاحة للبشر العاديين. ما يزيد من غموض هذا الأمر هو وجود تشابهات بين نقوش الحضارة المصرية القديمة وبين رموز عثر عليها في حضارات أخرى بعيدة مثل حضارات أمريكا الجنوبية، مما يوحي بأن هذه الكائنات ربما قد زارت أماكن مختلفة من الأرض وخلفت نفس الأثر، وكأنها كانت تتنقل بين الحضارات لنشر نوع معين من المعرفة أو ترك رسائل غامضة تحتاج إلى آلاف السنين لفهمها. لكن رغم هذه النظريات المثيرة لا يوجد حتى الآن دليل مادي قاطع على هذا الاتصال المزعوم. إنها مجرد نظريات وأساطير، بعضها يستند إلى تفسيرات غريبة لنقوش وأشكال فنية، وبعضها ينبع من رغبة الإنسان في العثور على تفسير لكل ما هو خارق للطبيعة. ومع ذلك تظل فكرة اتصال المصريين القدماء بكائنات فضائية مصدراً دائماً للفضول والأبحاث، وتفتح المجال للتساؤل: هل كان القدماء يتواصلون حقاً مع كائنات من عوالم أخرى، أم أن هذه الرموز والمعجزات الهندسية مجرد إبداع بشري لا مثيل له؟
وهل سيأتي اليوم الذي نجد فيه الدليل القاطع على هذه النظرية؟ أم ستظل الأهرامات والنقوش الفرعونية لغزاً غير قابل للحل؟ في العصر الحديث تطورت الأبحاث حول الحضارات القديمة والظواهر الغامضة المرتبطة بها، مما أدى إلى ظهور نظريات حديثة تحاول تفسير هذه الظواهر وتقديم رؤى جديدة حول الحضارة المصرية القديمة. بعض هذه النظريات تشير إلى إمكانية وجود اتصالات بين المصريين القدماء وكائنات فضائية، أو على الأقل مع حضارات متقدمة تمتلك تقنيات فائقة لم تكن معروفة في تلك العصور. أحد أشهر العلماء الذين تناولوا هذه النظريات هو الباحث السويسري إريك فون دانيكن، الذي كتب عدة كتب تشير إلى أن بعض النقوش والآثار القديمة ربما تمثل مركبات أو كائنات قادمة من عوالم أخرى. يعتبر دانيكن من أوائل من طرحوا فكرة أن تلك الرموز والنقوش قد لا تكون مجرد زخارف، بل تلميحات واضحة لعلاقة تربط المصريين القدماء بحضارات خارج كوكب الأرض. وقد اعتبر أن التطور الهندسي والدقة الفائقة في بناء الأهرامات والمباني العظيمة قد تكون نتيجة تعاون بين الإنسان وكائنات أخرى متقدمة. من ناحية أخرى، هناك علماء الفلك الذين يرون في تلك النقوش والنصوص المصرية القديمة دلالات على فهم المصريين العميق للكون وحركة النجوم، ويؤكدون أن ما توصلوا إليه قد يكون ناتجاً عن مشاهداتهم الفلكية الدقيقة دون الحاجة لافتراض اتصال بكائنات فضائية. هؤلاء العلماء يقترحون أن المصريين كانوا يمتلكون معرفة متقدمة في علوم الفلك، وأنهم قاموا بتوظيف هذه المعرفة في بناء معابدهم ومقابرهم بما يتماشى مع مواقع النجوم والكواكب. وعلى الرغم من اختلاف الآراء بين المؤيدين والمعارضين لهذه النظريات، فإننا لا نستطيع تجاهل بعض الأدلة التي تدعم احتمالية اتصال الحضارات القديمة بحضارات أخرى مجهولة. فهناك نقوش لم تفسر بعد، وأحجار وجدت بترتيب غامض، فضلاً عن قصص تناقلتها الشعوب عن مشاهدات لكائنات غريبة ومركبات سماوية. يبقى السؤال هنا: هل كانت الحضارة المصرية القديمة نتاج ذكاء بشري خارق، أم أن هناك تأثيرات خارجية ساعدت في تحقيق هذا التقدم الكبير؟ وفي الوقت الذي يستمر فيه العلماء في البحث عن إجابات، تظل هذه النظريات الحديثة موضوعاً يثير الفضول ويدعو للمزيد من الأبحاث. مع نهاية هذا الرحلة في أعماق الحضارة المصرية القديمة وأسرارها الغامضة، نجد أنفسنا أمام عالم مليء بالتساؤلات والألغاز التي لم تحل بعد. تناولنا النظريات التي تشير إلى احتمال اتصال الفراعنة بحضارات أخرى، وألقينا الضوء على الرموز والنقوش التي ما زالت تحير العلماء حتى اليوم. ورأينا كيف أن الأساطير والنصوص الروحانية القديمة تصور عوالم موازية وكائنات غامضة كانت تشكل جزءاً من حياة المصريين اليومية. ولكن رغم كل التفسيرات والافتراضات، يبقى السؤال الأهم: هل كانت هذه القصص والأساطير مجرد إبداعات بشرية، أم أن هناك بالفعل أسراراً كونية تشارك المصريون القدماء جزءاً منها؟ وهل ستظل هذه الرموز الغامضة والأبنية المتقدمة كالأهرامات مصدراً للألغاز والخيال فقط، أم أنها تحمل في طياتها حقائق لم نكتشفها بعد؟ في النهاية، ربما لن نتمكن من العثور على إجابات قاطعة لكل هذه الأسئلة، لكن هذا الغموض هو ما يجعل الحضارة المصرية القديمة تستمر في إلهام العلماء والمستكشفين حول العالم. فما رأيكم أنتم؟ هل تعتقدون أن هناك حقائق أخرى خفية بين سطور التاريخ؟ أم أن هذه الأسئلة ستظل دائما جزءا من جمال وغموض الماضي؟